اهلا بيكم حبايبي، داليا معاكم وقناه بيتو تشانل. معانا دلوقتي على طول بصل مبشور في الكبه. هنعمل النهارده وصفه جميله جدا، هنعمل الممبار البوبس. معايا بقى بعد البصل حطيت شويه فلفل اسمر، وهحط كمان شويه ملح. هخلط حلو قوي البصل بالملح بالفلفل كده يتبل. تمام، حلو قوي. تعالوا بقى نروح على البوتاجاز. هضيف مع البصل شوية زيت محترمين كده مع حتة سمنة جميلة بلدي، وهبتدي أشوح البصلاية بتاعتي. احنا بنعمل في الحلة خلطة المحشي الجبارة بتفاصيلها وازاي تطلع معاكي مظبوطة 100% وتنفع لأي نوع محشي. هضيف بقى معاها معلقة من الثوم المفروم وأقلب وأشوح كده البصلاية لحد ما تدبل، وبعد كده هنزل بعصير الطماطم التقيل اللي هو مش متضاف له مية. أنا بحط الطماطم مستوية في الخلاط واضربها من غير ما اخففها بميه. تمام، ودي طريقتي عامه. الا لو كانت بقى ما عنديش طماطم مستويه هضطر ان انا عشان الخلاط يشتغل بحط شويه ميه. تمام، انا كده حطيت كمان شويه صلصه. هحط التوابل بقى الباقيه عباره عن كزبره وكمون وورق لورا مطحون وحبهان مطحون وجنزبيل مطحون وشويه بابريكا. تمام، كل التوابل دي هحطها وهقلب وهسيب التسبيكه لحد او الطماطم لحد ما تتسبك خالص. تعالوا بقى نشوفها بعد ما تسبكت هيبقى شكلها ايه. هتنقص وتتقل اهو. بعد ما سبتها تتسبك حلوه قوي، نقصت وتقلت زي ما انتم شايفينها كده كده. تمام، هرفعها واسيبها تبرد. تعالوا بقى نشوف الممبار بتاعنا الجميل اللي زي القشطه فله، زي ما انتم شايفين كده متنضف وجميل جدا. هقول لكم بسرعه طريقه التنظيف والنقع عشان ما اضيعش وقتكم، لان انا عملته كتير جدا جدا على القناه عندي. اولا بجيب الممبار بتاعي، بجيبه بيبقى ده ممبار بلدي، بيبقى الجزء اللي جوه ده هو بيبقى بره الاول قبل ما ينضف، بيبقى اصلا جاي من عند الراجل من بره كله دهون. بجيب اعمل ايه، بجيب بقى الممبار زي ما هو كده، بقوم شطفاه واقوم نقعاه في بوله، واحط عليه شويه ملح، واحط عليه ليمون، واحط عليه شويه بيكنج باودر. تمام، واقوم نقعاهم شويه ربع ساعه ونص ساعه، وبعد كده اغسله واشطفه، وبعد كده ابتدي اقلبه. هو الاول زي ما احنا اتفقنا الاول بيبقى جاي على الدهون، بيبقى جاي من بره دهون. انا قلباه، فانا هرجعه لكم لوضعه الطبيعي دلوقتي. بقلبه ازاي؟ لا اما تحت الحنفيه، لا اما بجيب المسن او عصايه مثلا معلقه كبيره او بظهر المعلقه كده، وابتدي ان انا اكشكش كده والم الممبرايه كده. تمام، بطولها. وابتدي ان انا بعد ما المها للاخر اقوم مطلعاها، هتلاقيها اوريدي بصوا اتقلبت خالص على الناحيه التانيه. الناحيه اللي انتوا شايفينها دي ده الممبار جه من عند الراجل بالشكل ده، بس ما كانش نضيف طبعا كده. ده بعد ما قلت لكم ازاي تنقعه. بصوا بقى باجي اقلبه بقى ازاي. ركزوا كده معايا. خدت طرف من الممباره وبعد كده دخلت المعلقه وانا مدخلاها معاها، ورحت مدككه كله ورحت مطلعاه. لازم تاخدي الطرف. بص الطرف اللي انا بطلعه ده اللي كان داخل مع مع ايد المعلقه. تمام، سهله جدا. طب بعد بقى ما بقلبه بقى بيبقى كل الجزء ده ما بيبقاش لونه ابيض زي ما انتم شايفينه كده، لا بيبقى عليه طبقه مش نظيفه. لازم بالسكينه اكحتها، اكحت فيها على الوش وعلى الظهر على الحوض. وبعد ما انضف كله وتبقى لونها ابيض، ببتدي اعمل انقعها تاني في ليمون ودقيق وملح وبيكنج باودر، وانقعها بقى نص ساعه ولا اي حاجه. وبعد كده هو ابتدي اشطفها. وبعد كده عاوزه بقى تقصي الطول اللي انت عاوزاه قصيه. يعني انت لو هتعمليه مش بوبس هتعمليه عادي، فبتقصيه بالاطوال اللي انت عاوزاها. تمام، ده طبعا مغسول وكل حاجه، هصفيه وارجع لكم. تعالوا بقى نشوف بقى بقيه الخلطه نعملها ازاي. انا هنا حطيت الرز وحطيت معلقتين من البصل اللي مبشور او مضروب في الكبه. تمام، هجيب بقى الصلصه بتاعتي اللي اتسبكت بتوابلها وابتدي اضيفها على الرز. اهم حاجه لازم الرز يبقى مغسول كويس ومتصفي كويس جدا، مش عاوزين فيه ميه خالص. نجاح خلطه المحشي ما يكونش فيها سوائل. حطيت التسبيكه زي ما انتم شايفين ما فيهاش اي سوائل وتقيله وجميله. حطيتها وهبتدي ان انا اقلب بقى الرز مع الصلصه التحفه دي. عاوزه اقول لكم ريحتها خطيره خطيره. طبعا زي ما قلت لكم تنفع لاي نوع محشي، تنفع للبتنجان بكل انواعه، الكوسه تنفع للورق العنب، الكرنب اللي انت عاوزاه. حطيت بقى شويه زيت حلوين
عشان يبقى الخلطه مفلفله وجميله. ومعايا بقى شويه خضره بيسكروا الايه المحشي، عباره عن بقدونس وكزبره وشبت، بقدونس وكزبره وشبت. تمام. بقلب بقى كده كل الخليط بتاعي بصوا يبقى مندمج كده ويبقى كله حاجه واحده. انا شايفه ان هي مش محتاجه صلصه. لو انت عاوزه تضيفي صلصه زياده، صلصه جاهزه، او تضيفي صلصه انت عاملاها في الفريزر، اوكي. لكن انا بالنسبه لي حلوه قوي قوي كده، خلطة تحفة. عشان تعرفوا ان هي ناجحة 100%. ايه بقى الخطوة اللي انت تاخدي بالك؟ اولا بس دقتها لقيت توابلها مظبوطة. ايه بقى اللي ناخد بالنا؟ ان لما باجي اعمل بالمعلقة في قلب الخلطة كده ما لاقيش اي سوائل تحت في قلب البولة. بصوا كده الخلطة جميلة حلوة ومظبوطة وهتنجح معاكي مع اي نوع محشي. تعالوا بقى نشوف نحشي بقى الممبار بتاعنا. لما اجي احشي الممبار عشان ما ازفرش الرز كله، لاني انا ممكن يفضل معايا جزء، وانا غالبا انا عامله بزياده شويه، فانا باخد شويه وايه وهم دول اللي هستخدمهم، ولما يخلصوا اخد شويه تانيين، بحيث ان انا احافظ على بقيه الخلطه اللي هتزيد معايا. سواء بقى احشي بيها حاجه تانية، سواء اسويها على البوتاجاز وفلفلها، مفيش مشكله. همسك بقى الممبار وافتحه من فوق كده وهحشيه عادي عادي زي ما انتم شايفين كده. في ناس بتجيب قمع وتحشي، في ناس بتجيب بق ازازه بتكون مقطعه الجزء اللي فوق بتاع الازازه وتحشي، الطريقه اللي تريح. انا بحشي كده من فوق وبقلب الممبار لما يكون طويل شويه واقوم حشاه من الناحيه التانية، بحيث ان انا احشيه واقوم منزله واسحب بايديا الجزء اللي تحت ده، ولازم يبقى مبطط كده زي ما هوريكم عشان ما يفرقعش منك، وعشان يبقى شكله جميل ويستوي ويبقى حلو، بتدي براح للرز ان هو بيزيد مع التسويه. زي ما انتم شايفين كده بططته خالص. اوعي تقولي ان هو فاضي، لا، ده كله هيتنفخ وهيتملي لما الرز يزيد، لاني لو زودنا عن كده هيفرقع وهيبوظ، لا اما كل الرز الزياده هيقوم واقع في الشوربه. تمام كده. تعالي بقى اقولك ازاي تعمليه بوبس. بجيب بقى خيط، الخيط ده بيبقى عندي دايما في المطبخ، ده بتاع اي حاجه بستخدمها في الاكل، خيط ابيض طبعا مش الوان، واجيبه وابتدي اقطعه قطع صغيره على اساس ان انا ابقى ملكاه ان انا اربطه. هقطع كام واحده كده، وبعد كده هو همسك بقى من اول المنبرايه كده، اخد جزء منها واقوم رابطه ربطتين، ادي رابطه وادي رابطه، بربط بسلاسه من غير اي مجهود. هي الفتله طويله شويه مش مشكله، مش هيحصل حاجه لو طويله شويه، بس يعني تبقي صغريها شويه. بعد كده باخد برضو بحاول بالنظر يبقى نفس المسافه، واقوم عامله برضو عقله تانية. بصوا اهو، تقيسي بقى بصوابعك تعملي نفس المسافه اللي انت شايفاه اعملي. خلص الكميه كلها وارجع لكم. بعد ما حشيت بقى الممبار كله، وبصوا حافظت على نظافة الحشوة او الخلطة اهي، اتبقى شوية دول اللي فضلوا دول انا هعمل بيهم ورق عنب عندي في الفريزر، هطلعه اعمله. وادي الممبار كله بعد ما اتعمل. تعالوا بقى نروح بقى، كله طبعا ربطته بالخيوط، نروح بقى معايا مية على البوتاجاز. اول ما تغلي هبتدي امسك الممبار كده من ناحيتين وابتدي اسقطه. تعالوا بقى نشوف اول ما الممبار ينزل في المية المغلية ايه اللي بيحصل. بيبقى عامل زي ايه؟ عامل زي حبات اللولي، شايفين؟ كله قفل من ناحيتين من الاطراف، وفي نفس الوقت بقى عامل زي ايه اللولي كده، او كله اتكور وبقى تحفه زي ما انتوا واضح قدامكم في الفيديو. انا ما حطيتش في الميه اي توابل او اي حاجه، انا كفايه التوابل وكفايه نظافه الممبار اللي انا عاملاه. عاوزه بقى انت تحطي منكهات، تحطي بصل، تحطي ورق لورا، حبهان، براحتك، طماطميه براحتك. انا حطيت ميه مغليه وحطيت الحاجه بتاعتي الممبار، وهسيبه ياخد سواه ونرجع. بعد ما الممبار اتسلق كله اهو، تعالوا نشوفه، طبعا مولع اهو، كله اتسلق، بياخد خد حوالي مثلا نص ساعه او ساعه الا ربع اهو، شايفين؟ تعالوا بقى ايه نبتدي نجهز الزيت عشان نحمره. في طاسه على البوتاجاز وحطيت الزيت بتاعي، واول ما يسخن ابتدي انزل بالممبار البوبس عندي بنفس الهيئه بتاعته، من غير ما افتحه ولا اشيل منه الخيوط، زي ما هو كده عشان يبقى سهل عليكي. وبعد كده هنشيل الخيوط دي وهوريكي تشيليها ازاي. بصوا اهو، اهم حاجه خلي بالك لاني بيطرطش جامد، فانتي على طول حطي وغطي الطاسه عشان ما تتلسعيش.
تمام. بصوا شكله تحفة جدا، وعاوزة اقول لكم ده كده لونه وهو مسلوق. طبعا احنا هنحمره بقى، واللي عاوز بقى يخليه ذهبي ماشي، عاوز يحمره بالزيادة ماشي، دي حاجة ترجع لك. هو اهم حاجة عندي ان هو استوى في السلق بتاعه. تعالوا بقى نشوف لونه بعد ما اتحمر. بصوا اهو تحفة، لونه خطير. خلي بالكم بس عشان ما تتلسعوش. وهبتدي اقفل عليه تاني، وتعالوا بقى نشوف الشكل النهائي بعد ما خلصوا كلهم. وادي شكل الممبار البوبس بتاعنا بعد ما خلص. انا طبعا فكيت كل الخيوط، بس دي طبعا مولعه، عاوزه اقول لكم دي بقى سبتها لكم عشان اوريكم ازاي تفكوا الخيوط. الموضوع سهل جدا، مجرد المقص بتاع المطبخ. هتبتدي تقصي كده ما بين العقل او ما بين الكور. هتلاقي بالمقص الدنيا سهلة، والخيط اصلا بيطلع في المقص يعني بكل سهولة. هتلاقيه بره المنبار خالص، مش هيبقى لازق ولا اي حاجة. شايفين؟ طبعا هو سخن مولع. انا عملت الباقي كله وسبت دي عشان اوريكي. شايفين كله بقى تحفة. بصوا بقى من المنبرايه من على قرب تحفه، شكلها بوبس مدوره خطيره. وده بقيه المنبار كله. بصوا خطير. طبعا بيبقى سهل قوي للاولاد، بيحبوا ياكلوه كده. بيبقى سهل لو عندك ضيوف برضو حابه تقدميه بشكل حلو، او لو حد مش بيحبه او يعني قلقان منه، او مش بيحابب ان هو ياكله وهو طويل، فانت ممكن تاكليه او تقدميه سوري بالطريقه دي. هيبقى طريقه حلوه جدا وهيحبوها بالشكل اللي انت شايفاه ده. نحاول بقى نزينه، نحط شوية بقدونس كده متقطعين، بيديله لون وبهجة حلوة قوي. وتعالوا بقى اوريكم من جوه الرز باين قد ايه مفلفل ومستوي. وكمان ممكن ناكله كده بالشوكة من غير بقى ما نبهدل نفسينا وكده. او ناكله ممكن بدل الشوكة، ممكن تقدميه في بولات كده صغيرة لكل فرد، وياكلوه بالتوزبيكس، بيبقى برضو طريقة شيك في التقديم. بصوا تحفة، شكله حلو قوي قوي. هو بس بياخد وقت شوية، بس يعني في الآخر النتيجة بتبقى مرضية ولطيفة، خصوصا لما يكون عندك أطفال أو في ضيوف. بصوا طعمه خطير خطير خطير. وممكن بالشوكة. تعالوا بس أوريكم الأول شكل الرز. بصوا عن قرب كده قدام الكاميرا. بصوا الرز تحفة. بصوا في فتلة اهي، خلوا بالكم في فتلة كانت منسية. بصوا الرز بقى من جوه جميل ومفلفل ومستوي. بصوا الخلطة فعلا خطيرة جدا. انا بعمل الخلطة دي في الاوردرات بتاعتي لما بيطلب الممبار. طبعا ممكن تعملوا نفس الخلطة قلت لكم في اي محشي. اتمنى وصفاتي تكون بتنول اعجابكم، وفعلا بتستفيدوا من الفيديوهات. والى اللقاء في فيديوهات جديدة.